جربي الرز بهذه الطريقه ديال الكسكس، اكيد غادي يولي معتمد عندك، غادي تولي تبقاي ديريه مره كيجي ولا اروع، كيجي لذيذ بزاف. وحتى الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الجلوتين الا تشهوا سكسو يديروا الرز بهذه الطريقه راه كيجي رائع وفعلا كيستحق التجربه. بالنسبه للمكونات، في واحد الطباسيل كنديروها كنص معلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق صغار ديال السكنجبير، معلقه صغيره مع مرج ديال الابزار، 2 معالق صغار ديال الكركم ولا الخرق معرق، و2 معالق صغار كذلك ديال القزبر يابس مطحون. عندي هنايا كاس الا ربع من الماء اللي درت فيه شعيرات ديال الزعفران كنخليوهم حتى كيطلقوا. كنخلطوا هاد التتبيله مزيان صافي. كنجيب واحد الدجاجه اللي تقريبا الوزن ديالها واحد 2 كيلو تقريبا ونص صافي. كنحاولوا نشرملوها مزيان بهاد التتبيله، وضروري كندخلوا مزيان هكا ديك التتبيله في الصدر، كندخلوا صبعنا هكا في الصدر باش كتخليه ديك التتبيله. بعد ما كنتبلوا الدجاجه ديالنا غادي نحزموا ليها الرجيلات ضروري صافي، وغادي نوضعها في واحد البول وكنفرغوا عليها هكا ديك التتبيله وكنخليوها هكا ترقد تقريبا واحد ساعه المكانه ولا اقل. ممكن كذلك تعوضوا الدجاج باللحم وتفادوا كاع هاد المرحله ديال غادي ترقدوا الدجاج ديالكم باش يتشرب لكم التتبيله. كتديروا نيشان هكا اللحم ديالكم في البرمه. وخديت هنايا واحد طنجره درت فيها معلقه كبيره ديال السمن، واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، وشعيرات ديال الزعفران. عندي هنايا كيلو ديال الرز كلاصي اللي غسلته مزيان، كيلو ديال الرز درت ليه 2 اطرو ديال الماء صافي. كنديروا على نار اللي كتكون مهيله وكنخليوها على جنب. وفي البرمه كنديروا كاس الا ربع من زيت الزيتون مخلط مع زيت نباتي بالصيله، كنخليوها حتى كتبدا تشحر صافي. وكنديروا ديك الدجاجه ونديروا ديك التتبيله فوق منها، كنخليوها حتى كتشحر واحد شويه ولا كتقلى لينا واحد شويه، عاد كنربوه بالماء اللي كيكون طايب صافي. كنخليوه كنرجعوا للرز ديالنا كما كتلاحظوا معايا راه دغيا كيطيب، كيكون بهذا الشكل هذا مفروز حبه حبه صافي. كنطفيو عليه وكنخليوه على جنب، وكنرجعوا البرمه ديالنا بعد ما بدات كطبخ. كنديروا واحد 2 حبات ديال الطماطم اللي كيكونوا محكوكين، وكذلك الجزر. كنديروا الخضيره اللي كتشد الطياب الا بغيتوا ديروا حتى المكور، وكذلك اللفت راه كديروه في هذه الوقيته هذه. بعد ما كطيب ديك الدجاجه كنزولوها وغادي نديرها في اللاطه باش ندخلها للفران تحمر. كنديروا القرعه اللي ما كتشدش الطياب ولا الخضره اللي ما كتشدش الطياب. درت هنايا القرعه الخضراء القرعه الحمراء وواحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس هكا مربطين صافي. كندوزو باش كنحضروا التفايه. عندي هنايا 3 البصلات اللي قطعتهم شرائح، زيت نباتي تقريبا واحد ربع كاس من زيت نباتي، وكنديروا شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره كذلك ديال الكركم، وكذلك واحد شويه ديال القزبر يابس مطحون. كنخليو ديك البصيله حتى كتشحر لينا على نار اللي كتكون اقل من المتوسطه حتى كتبدا ديك البصله كتبان لينا راه هبطات. عاد كنديروا الزبيب والقرفه، معلقه كبيره ديال القرفه. ودرت هنايا عوض السكر درت 3 المعالق كبار ديال العسل، ممكن تعوضوهم ب3 المعالق كبار ديال السكر. كنخليو هكا ديك التفايه ديالنا نبقاو نقلبوها على نار اللي هي مهيله حتى كتوجد. وبالنسبه للدجاجه دهنتها هنايا بشويه ديال الزبده اللي كتكون من نوعيه جيده صافي. وكندخلوها للفران تحمر وكنرجعوا للرز ديالنا. شوفوا معايا كيكون راه كيكون حبه حبه كما كتلاحظوا معايا، راه ما كيتعجنش لينا نهائيا. كناخذوا من المرق ديال البرمه وكنسقيوه به مزيان. كنديروا واحد 3 حتى 4 المغارف ديال داك المرق، المهم خصو يتلبس مزيان بداك المرق ديال البرمه صافي. مباشره غادي نردو في الكسكاس باش يتفور. كما كتلاحظوا معايا راه هاد الطريقه ديال الرز دغيا كيوجد. وحتى الا ما كانش عندك الوقت نهار الجمعه باش تفوري الكسكسو كتفوري الرز بهذه الطريقه، هو دغيا كيوجد صافي. بعد ما كطلع فيه الفوره مباشره كنديرو في القصعه وكنقادوه صافي باش كنسكيو ونقدموا الطبق ديالنا. كنقادوه مزيان صافي وكنحطوا هكا الخضيره ديالنا. كما كتلاحظوا معايا الخضيره راه كتبقى هكا صاينه كما كتلاحظوا، ما تخليوهاش تهرى لكم بزاف في البرمه. وكنحطوا هكا الدجاجه ديالنا وديك التفايه وكنزينوا بواحد شويه ديال اللوز. والمرق ديالنا راه كيجي خاطر، كنخليو البرمه حتى كتبقى فيها غير ديك التغميره اللي كتكون خاطره. شوفوا معايا كنهزو منها غير واحد المغرفه كندوزوها هكا في الجناب وكنزينوا هكا الكساعه ديالنا باللوز اللي كيكون مقلي وكنقدموها بالصحه والراحه.